كوكو لي زامي، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم الكاليط اللي كيجي رائع وسهل بطبيعة الحال. كيف ما عودتكم كنحتاجوا ليه هنا 4 البيضات. بالنسبه لي انا غادي نضرب المقادير على جوج، تقدروا نتوما ديروا على واحد. غادي نحتاج 2 كيسان ديال الزيت، 2 كيسان ديال السنيده، هنايا قشور ديال الليمونه محكوكه، هنايا عندي 3 المعالق ديال العسل اللي هو اهم مكون، وعندي هنا 4 ساشيات ديال الخميره. هنا غادي نحتاج جوج حيتاش عندي من فئه ديال 15 غرام. نتوما غادي تحتاجوا 4 ديال خميرات الحلوى. عندي هنا قبصه ديال الملح. نبداو ان شاء الله على بركه الله. كيف ما كتشوفوا هنا اول حاجه غادي ندير هو غادي نفقس هاد البيضات ديالي. كيف ما عودتكم في اي فيديو ديالي اولا كيف ما عودتكم في القناه ديالي ديما كندير لكم وصفات اللي هما ساهلين واقتصاديين. ان شاء الله من بعد ما قرب العيد ان شاء الله غادي ندير معكم واحد السلسله ديال الحلويات اللي هما اقتصاديين وساهلين وسريعين في التحضير. ما بينهم هذا الكاليط هذا اللي هو اش غادي نقول لكم كيجي رائع في دوز اتاي. هنا من بعد ما هرست هذوك 4 ديال البيضات ضفت عليهم هنايا 2 الكؤوس ديال السكر سنيده. كيف ما قلت لكم درت المقادير مدوبله على جوج، تقدروا نتوما ديروا غير 2 بيضات وكاس ديال السنيده، كاس ديال الزيت وجوج خمارات، وتنسموا هنايا بقشور ديال الليمون اولا الحامض اولا لما كانش الفاني، يعني اي حاجه كيواتيها بالحق. ملي كديروا مع قشوره الليمون مع هذاك العسل كيواتيها اكثر، كتجي رائعه في المذاق وكتجي هشيشه. بالنسبه للناس اللي عمرهم ما جربوا هذا الكاليط، فريمون الا جربتوه غادي تولوا من العشاق ديالو، ما يبقاش يخطاكم في الدار. واهم حاجه هي انه كيحماقوا عليه الوليدات الصغار، وكما كتشوفوا سهل في التحضير واقتصادي. كما عودتكم ديما كندير لكم وصفات اقتصاديين وسهلين في التحضير. غادي نستمر معكم في المزج ديال هاد المكونات، البيض والسكر سنيده. من بعد غادي نزيد هاد 2 كؤوس ديال الزيت. كما كتشوفوا غادي نضيف هنايا 2 كيسان ديال الزيت. انا قلت لكم بلي المقادير دوبلتها على جوج، تقدروا نتوما تجربوا غير بنصف الكميه، وديك الساعه ردوا عليا الخبر. انا متاكده مليون في المية بلي الا جربتوه ما غاديش يبقى يخطاكم في الدار، حيت كيجي زوين مع دواز اتاي. غادي نبقى نحرك هكايا في هاد المكونات هادو حتى ينسجم هذاك الزيت مع البيض والسكر سنيده. ومن بعد غادي نبقى نضيف الدقيق تدريجيا. غادي نضيف بعدا العسل اللي هو اهم مكون في هذا الكاليط هذا، هو اللي كيخليه كيعطي واحد التعليكه في شكل، كيعطي واحد اش غادي نقول لكم. مهم نتوما ملي غادي تذوقوا غادي تعرفوني علاش هضره. كيعطي واحد التعليكه في هذا الكاليط في شكل كيجي زوين فيها، حيتاش اهم مكون هو العسل. ضروري ما ديروا فيه العسل، 3 المعالق حتى 4 المعالق ديال العسل. بما انني انا دايره هنا المكونات مضوبلين درت 3 المعالق. نتوما الا درتو نصف الكميه غادي ديروا 2 معالق اولا معلقه ونص ديال العسل. وما تخافوش من الحلاوه، راه كيجي هو هذاك في الحلاوه، ما كيجيش الكاليط حلو بزاف. اللي ما كانش عندك متوفر العسل تقدري ديري الكونفيتور حتى هو كيجي زوين، ولكن راه كيجي خطير بالعسل، وخصوصا مع هذيك القشور ديال الليمون اللي انني مزجت معاه اولا قشوره الحامض كيجي خطير البنات. المهم هنايا غادي نبدا نضيف الدقيق تدريجيا. بالنسبه للدقيق ما غنعطيكمش العبار ديالو، حيت كل فورس وكيفاش كاين اللي كيشرب كاين اللي ما كيشربش. يعني اي واحد بغى يعطي العبار ديال الدقيق خاص يعطيكم حتى الماركه ديال اش من دقيق استعمل، يعني شنو السميه ديال الماركه. حيت الدقيق كيختلف. من بعد هنايا ضفت 2 ساشيات ديال الخمارات الحلوى من فئه 15 غرام، يعني نتوما غادي تضيفوا 4 من فئه ديال 7 غرام خماره الحمراء صافي. وغادي نبقاو نجمعوا في العجين ديالي هكا، نبقاو نضيفوا الدقيق تدريجيا شويه بشويه حتى يجمع لي العجين ديالي. انا من بعد ما غادي نجمع العجين ديالي غادي نوريكم كيف كيجي القوام ديالو. ما كتجيش العجينه قاصحه وما كتجيش رطبه في نفس الوقت. وانا كنجمع في العجين كتحسي بهذيك التعليكه ديال هذاك العسل كتبقى لك هكا بين ايديك، يعني كيبقى هذاك اش غادي نقول لكم، ما عرفتش كيفاش غادي نشرح لكم بالحق. كيبقى هذاك التعليكه ديال العسل في العجينه هكا بين ايديك كتحسي بها. غادي نبقى هكا نضيف الدقيق تدريجيا شويه بشويه ونخلط حتى نحصل على العجين اللي انا بغيته يكون متماسك وما يكونش قاصح وما يكونش خفيف. كيف ما كتشوفوا
هذا هو العجين ديالي. ها القوام ديالو كيف كيجي، كتجي ما هي رطبه ما هي قاصحه، على هذا الشكل هذا. هنايا غادي ناخذ الطاوه ديالي باش نبدا نشكل هذا العجين هذا كويرات. خديت الطاوه ديالي درت لها هنا ورق الزبده اولا دهنوها هكا غير بزويته، وغادي نحتاج هنايا صفر ديال البيض مع الكاكاو، معلقه كبيره ديال الكاكاو اولا ساشي ديال نسكافيه باش غادي ندهنوا هاد الكويرات ديالنا ونشكلوهم. بسم الله. هنايا غادي نبداو نشكلوهم على شكل كويرات يكونوا متساويين في الحجم كيف ما كتشوفوا هنايا. وغادي نحط في اللاطه نضغط عليهم هكا شويه بصبعي ونحطهم في اللاطه. انا غادي نوريكم كيف كنعمل لهاد الكره. الحجم اللي كندير ما كنديرها ما كبيره ما صغيره حيت مازال غتنفخ مع الحراره ديال الفرن. نضغط عليها هكا شويه بصبعي. شفتوا؟ غادي نبقى مستمره على هاد الحجم هذا حتى نعمر اللاطه ديالي ان شاء الله. ومن بعد غادي ندهنهم بهذاك صفرة البيض وكذلك معلقه كبيره ديال الكاكاو المر، اولا نتوما اللي متوفر عندكم، يا اما ديروا معلقه كبيره الكاكاو المر مع صفر بيضه، يا اما ديروا ساشي ديال نيسكافيه مع صفرة البيضه باش يعطي هذاك اللون مذهب من الفوق. ومن بعد غادي نشرطوهم هكايا بالفرشاة. المهم نتوما معايا حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا الطريقه كيفاش كيجي هذاك التشراط بحال هكاك. هانتوما معايا ان شاء الله. اللاطه ديالي يعني كملت اللاطه ديالي، هما الكويرات هكا استفتهم وبعدتهم شويه على بعضياتهم، حيت كيف ما شفتوا بلي درنا فيهم 4 ديال الخمارات ديال الحلوى، يعني راه غادي يتلاصقوا الا قربناهم مع بعضياتهم. دابا غادي ندهنهم ونبدا نشرط فيهم بهذا الفورشيط هذا اولا الكيوردون. من الاحسن الفورشيط ما عندها 4 سنينات دغا ما تعطلكم كاع. غادي ندهنهم بحال هكا من الفوق بهذا الخليط ديال الكاكاو واصفر البيض. غادي ندهنهم هكا كاملين. انا في هاد الوقيته فاش كندهن فيهم راني مشعله على الفران باش يكون سخون. غادي ندخلهم للفران وهو سخون. كما قلت لكم في الاول هما راه دغا تيطيبوا، خاصكم تردوا معاهم البال حيت راه دغا تيطيبوا ما كاملاش 10 دقائق حتى كتلقيهم طيبين من الفوق ومن التحت. يعني خاصكم مجرد ما تدخلوهم الفران تردوا معاهم البال لا يتحرقوا ليكم. ان شاء الله في الفيديو القادم غادي نشارك معكم واحد 2 اشكال ديال الحلوى اللي كيجيو حتى هما ساهلين واقتصاديين وديال دوز اتاي وديال الدوام، زعما ديال الدوام ديال الدار وديال الاقتصاد. معايا ما كاين غير الاقتصاد. ندير لكم الحلوى ديال الزيتو والسنيده صافي. بارك عليكم. هنا من بعد ما دهنتهم كاملين غادي نشرطهم هكايا بالفورشيط من الفوق باش يجيو هكا مشكلين، يا اما نديرهم هكايا عادي يا اما نديرهم على شكل هكا مموج. نشرطهم كاملين قبل ما يبسوا ليا.
وندخلهم الفرن. وكما قلت لكم الفرن تيكون ديجا انه سخون، وردوا معاهم البال حيتاش ضغط تيطيبوا، راه ضغه ما كاملاش، قلت لكم 10 دقائق كيطيبوا من الفوق ومن التحت. من بعد ما كملتهم هكا كاملين بالشراط غادي ندخلهم ان شاء الله الفرن، ونجيو نكملوا باقي العجين حتى هو نكوروه ونشكلوه باش ندخلوه حتى هو الفرن ان شاء الله. كتعطينا كيف ما كتشوفوا راه عطاتنا كميه لا باس بها، كميه وفيره. وهذه هي النتيجه من بعد ما خرجتهم من الفرن، كيجيو صراحه هائلين، والمذاق ما نعاود لكمش عليه حتى تجربوه. ردوا عليا. هاد الحلوه هذه كيواتيها اتاي بزاف، والحلوه ديال الدوام، يعني انكم تقدروا تخليوها هكا ديما تصيبوا هكا ستيلو وتخليوها عندكم في الدار. اي واحد جا عندكم ضياف الغفله ما كيخسروش، وكيبقاو ديما وكيبقاو هشاش، والمذاق المذاق رائع صراحه الله. المهم كنتمنى ان يعجبكم هذا الفيديو، ما نكونش طولت عليكم فيه، وكنتمنى تكون عجبتكم هذه الفكره ديال الكاليط، وعجبتكم هذه الحلوه هذه. ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا الخبر. هانتوما شوفوا كيف كتجي من الوسط، كتجي هشيشه، شفتوا؟ وكتجي في المذاق رائعه. ما تنسوش دعموني بلايك واشتراك مع تفعيل زر الجرس، وخلوا لي كومونتير لتحت يكون زوين ومحفز.